يا بخت اللي عنده بركات. بركات يا نجم. والله كابتن شوبير معاك. بركات. يا بركات ازيك؟ بركات يا جامد. يا بركات. ازيك يا كابتن شوبير؟ مبروك يا بركات. ربنا يكرمك يا كابتن، ربنا يخليك. انا قلت يا بخت اللي عنده بركات. ربنا يبارك فيك يا يعني كابتن. بركات. يعني مش بركات بس يا كابتن شوبير والله. لا لا ما شاء ده الله. النادي الاهلي وديت رجاله النادي الاهلي. وده مش جديد علينا ان احنا نكسب في الوقت الضايع. ما دام في اصرار، وديت الاهم ميزه. احنا يعني بنطالب اللعيبه دايما انها ما تفقدش الميزه دي. نعم. الكره انت عارف يا كابتن شوبير، الكره ممكن تتخلى عنك شويه فتره من الفترات، انما اللعيب لو فقد الميزه ديت اللي هي الروح، اعتقد هتبقى صعبه قوي علينا. بركات خليني اسالك، يعني المباراه كانت واضح انها اتجهت للتعادل، كان عندك امل للنهايه؟ كان في حوار بينك وبين زملاتك نسعى نجاهد للفوز، وايه اللي كان مخليك في المكان ده في الوقت ده؟ والله يا كابتن بص، يعني انا عايز اقول لك حاجه. يعني انا من التغيير الاخير طبعا مع نزول شبانه، طبعا انا اتحررت تماما وطلعت قدام يعني في ال 18 خلاص. يعني ان احنا طبعا بندور ان المباراه في ملعبنا، وان احنا محتاجين الثلاثه بونت، لان الثلاثه بونت دول هينفعونا قوي برضه، هيقربونا من الصداره. خصوصا انت عارف احنا خارجين من بطوله افريقيا، جايبين 3 بونت مهمين جدا في السويس الماتش اللي فات. فانبي برضه فريق منافس وفريق محترم، ان انت تكسبه وتجيب 6 بونت من دولت ورا بعض. طبعا كل ده بقى بيعلي المعنويات وبيرجع الثقه اللي كانت مفقوده شويه الفتره الاخرانيه. والحمد لله كابتن شوبير، يعني زي ما بقول لك اللعيبه رجاله وادت، والحمد لله على كل حال. يعني طب تغيير شبانه، هل الكابتن حسام البدري ادالك تعليمات خش جوه منطقه جزاء انبي يا كابتن بركات؟ بالظبط. يعني هو طبعا مع تغيير شبانه طبعا شاوروا لي، قالوا لي خليك قدام، ما ترجعش، لان انا كنت بلعب في نص الملعب. قالوا لي لا خليك الدقيقتين 3 دول خليك قدام. والحمد لله يعني تغيير طبعا يحسب للكابتن حسام البدري، ان هو يعني كان ليه رؤيه وكان حاسس ان انا وجودي قدام كان ممكن يعني يعمل حاجه. والحمد لله يعني ربنا وفقنا كلنا وان احنا كسبنا في الاخر المباراه. بركات الكابتن حسام قال كلمه مهمه جدا، قال لك انا عندي كنوز بركات، ابو تريكه، وائل جمعه، والنهارده بركات بيرد على كل المشككين يا كابتن بركات. لا بص يا كابتن شوبير، انا ما بشغلش نفسي. يعني في ممكن لعيبه تشغل نفسها بالموضوع دوت. انا يا كابتن بص، انا الحمد لله عندي ثقه في نفسي، وانا عارف الدنيا ماشيه ازاي حواليا، وانا عارف مين يعني ممكن العب لحد امتى وامتى ما لحد امتى يا بركات؟ لحد امتى؟ لا يا كابتن انا اقول لك على حاجه. يعني انا ممكن بس ما اعتقدش ان انا ممكن اكمل 50 47 والله يا كابتن شوبير، انا عايز اقول لك على حاجه. يعني والله عمرها ما كانت بالسن. لا معاك حق. اي حاجه، ما دام اللعيب بيقدر يلعب خلاص. وبعدين اقول لك حاجه يا كابتن شوبير، علشان الواحد متضايق قوي من الموضوع ده. ايوه الناس مركزه في النادي الاهلي بس على السن واللعيبه الكبيره. ده كل نادي لازم هتلاقي فيه لعيبه كبيره. ومش هعدي لك عليهم نادي واقول لك فلان الفلاني وفلان الفلاني، كل دول بيلعبوا. يعني ما حدش بيجيب سيرته، ولا هو بس عشان في النادي الاهلي لازم هو يقول لك الكبار نغمه. كلامنا يا كابتن شوبير دوت من ايام خساره النهائي بتاع النجم الساحلي. شوف من كام سنه، 3-4 سنين. قال لك طب ما ايه المشكله؟ طب ما اللعيبه دي اتقالت كبرت من 4 سنين وعماله تلعب وعماله تحقق بطولات. ممكن ساعات ما يبقاش في توفيق، ممكن تخرج من البطوله، ما هو ده وضع طبيعي. صحيح. يعني انت ده وضع طبيعي ان انت تفقد بطولات. ما احنا لو كل بطوله هنخشها هنكسبها يا كابتن شوبير. معاك حق. يبقى احنا بس اللي نلعب كوره ومحدش يلعب كوره ثاني. يا سلام عليك. ايه رايك؟ حلوه الحبتين اللي في الاخر. ماشي يا كابتن شوبير.